السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم جميعا طيبين وبخير وسعادة يا رب العالمين. تعالوا اليوم هنعمل فول للسحور. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول ونسمي الله وتيجوا نشوف عملناه ازاي. كل سنة وانتم طيبين. وما في السحور بيخلى من الفول. تعالي يا حبيبة قلبي هاتيلك كيلو فول وتعالي نعمل فول للسحور. لو مش حابة تجيبي كيلو هاتوا نص، المتوفر معاكي اشتغلي بيه. تعالي انا كده جبت كيلو بعد ما نضفته كويس وشلت منه اي حاجة مش كويسة. هغسله بقى غسلة حلوة. وطبعا انا معايا هنا الفول البلدي. هنا الفول دوت بلدي غسلته ونقعته كده في مية وحطيت عليه معلقة كمون بس ما جاتش في التصوير عشان تمنع الغازات وكده. بعد بقى ما نقعته ليلة كاملة هضيف له كوباية من الرز الأبيض مغسول، وهضيف له برضو كوباية عدس مغسول وكوباية فول مدشوش. طبعا احنا مش هننقع الفول المدشوش لأنه مش فيه قشرة، احنا بننقع الفول بس اللي هو الفول البلدي علشان القشرة بتاعته بتكون قوية. هغطيه بقى بمية مغلية، ما تغطيهوش بمية ساقعة علشان ما يجلدش معاكي. وكده هضيفه بقى على النار لمدة كده يعني 8 ساعات 7 ساعات على نار هادية شمعة. هضيف له بقى معلقة كده من الكركم عشان يعزز اللون ويخلي اللون معاكي قوي وحلو. انا كنت هنا ضفت عصيرة ليمون بس ما جاتش في التصوير. بسم الله ما شاء الله. الكمية اتضاعفت ازاي علشان الفول البلدي الكمية بتاعته بتتضاعف وبتبقى بسم الله ما شاء الله. ولون الفول بسم الله ما شاء الله فاتح تحفة تحفة. يعني انت لما تجيبي كيلو فول واحد هيكفي عندك طول شهر رمضان، وتكوني عاملة حاجة بإيدك وحاجة نظيفة وحاجة انت عاملاها وعارفة عاملاها ازاي. الفول هنا استوي وكان زبدة، وطبعا ما خدش معايا السبع ساعات كاملين، هو اخد اقل من 3 ساعات وكان على نار شمعة بسم الله ما شاء الله. اما انت بتنقعي الفول من بالليل بيتضاعف الحجم بتاعه وبيبقى سهل معاكي في ان هو يتسلق بسرعة ويستوي بسرعة. تعالي بقى نعمل الدقة بتاعته. معايا كده واحد من الفلفل الاحمر، ومعايا برضو فلفل اخضر، ومعايا هنا كزبرة كده اللي هو العيدان الكزبرة الاوراق بتاعتها، ومعايا برضو كام حب كده كام فص كده من التوم. وهحط برضو عصير ليمون، بس لو انتي هتحتفظي بيه بالدقة ديت ما تكتريش عصير الليمون او ما تحطيش عصير ليمون ان هو يقعد مدة كبيرة عشان ما يغيرش في الطعم معاكي. انتي لو هتحطي ليمون يبقى هتستخدميه على طول. انا بقى بعمل الدقة ديت يعني في خلال يومين كده ان شاء الله بتكون خلصانة تمام. والدقة دي بتعمليها احسن من بتاع العربيات واحسن من بتاع المحلات، وحاجة عاملاها كده بنظافة. هنزل بقى كده بحوالي ربع كوباية من الخل الأبيض، وهنزل برضو بربع كوباية من الزيت، وهنزل برضو برشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. أنا بحب أحط له فلفل أسود، وهحط له بابريكا تمام كده، وهحط برضو يعني حبة من الكمون أو رشة كده من الكمون. بسم الله ما شاء الله. الدقة دي بتخليلك الفول بيروح في حتة تانية خالص من طعامته ومن جماله. هضرب بقى كل الاضافات كده اللي انا ضفتها، الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والكزبرة والليمون والخل والزيت والثوم والبهارات. وانت برضو لو عايزة تضيفي بهارات اضافية من عندك، الاضافات دي بتبقى حسب رغبتك انت. انا بقى كده ضربتهم. هجيب بقى كده ازازة او هجيب اي حاجة عندي. انا كان عندي كده اللي هي بتاعة المستردة غسلتها وعقمتها كويس وهضيفهم فيها لان بيبقى لها كده الفتحة بتاعة الغطا بتاعتها بتبقى سهلة معاكي في انك انت ايه يعني تحطي على الفول وكده. فانا حباها بصراحة. فانا ضفت كده الدقة اللي انا عملتها في الازازة. تعالوا بقى نعمل البشاميل اللي هو الطحينة اللي بتتحط على الفول اللي بتخلي الفول بقى بتحبيه وبتميزيه عن البيت وعن اي مكان وتحبي تاكليه بره على طول. لا تعالي بقى احنا هنعمله في البيت بنفس الطعم وبنفس الجمال اللي انت بتاكليه بره. انا جبت كده طحينة، وجبت برضو ربع كوباية من الزيت، وضفت برضو حوالي 3 معالق من الخل، وضفت ليمون، وضفت برضو بابريكا ورشة من الملح. وطبعا البهارات دي عندك زي ما انت عايزة ضيفيها، البهارات اللي بتحبيها ضيفيها. وضفت حوالي
كوباية كده او كوباية ونص من المية المغلية. وبرضو لو انت عايزة تضيفي فص من الثوم تحسني الطعم كده، انا هنا ضفت فص من الثوم، لو انت مش حابة استبعديه. انا ضفت كده مية مغلية سخنة، بس ما تحطيش مية ساقعة علشان ما تجمدش معاكي الطحينة بتاعتك، عشان الجو اصلا عامة بارد. تعالي بقى ما نعملها بقى وتحطيها بقى في الازازة بتاعتك. انا عندي الازازة ديت بتاعت خل تفاح، غسلتها برضو وعقمتها وضفت فيها البشاميل او طحينة الفول. بجد بجد الخلطة والدقة دي تحفة تحفة، بتخلي طعم الفول معاكي يعني فوق الممتاز. شوف شايفين الفول؟ الفول كده زبدة مستوي معاكي، ما اخدش وقت معايا خالص على البوتاجاز، مع اني كنت حطاه على نار شمعة. الفول مستوي واللون بتاعه بسم الله ما شاء الله، بألف هنا للي ياكل واللي يجرب. هنحط بقى كده من الدقة اللي احنا عملناها، وهنضيف برضو من البشاميل. في ناس بقى بتحب تعمل له بقى طماطم وتعمل له توم على البوتاجاز وبعدين تضيف الفول. الاكل ده مزاجات، ولو انت حابه تعمليه اعمليه، عايزه تكتفي كده باللي انا عاملاه اكتفي بيه. طبعا احنا ما بنعلمش بعض، احنا بنتعلم من بعض. وكل سنة وانتوا طيبين. انا بقى باقي الفول اللي معايا هجيب بقى اكياس تفريز، وهحط كده كوباية واحط الكيس فيها عشان يسهل معاكي. بعد الفول ما برد معايا هضيف بقى الكمية اللي انا هحتاجها. وبسم الله ما شاء الله شايفين الكمية معايا طالعة بسم الله ما شاء الله. العدد كبير وبعدين الكيس كبير، يعني يكفي أسرة من 6 أفراد أو أكتر. انت لو أسرتك أقل حاولي برضو تقللي الكمية في الأكياس. أنا هنا كنت مزودة شوية عشان بسم الله ما شاء الله أنا عدد الأسرة بتاعتي كبير شوية. أتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، وأتمنى تجربوا الفيديو وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.